لو فاكر ان التاريخ ما بيرجعش تاني فانت غلطان، لان المعركه اللي هتحصل بين ريال مدريد والسيتي في نص نهائي دوري ابطال اوروبا السنه دي هي في الحقيقه حصلت من حوالي 1380 سنه كده. تخيل بالصدفه نص نهائي دوري ابطال اوروبا السنه دي بيجمع بين قصتين ما بين الحاضر والماضي. وخلينا نرجع بالزمن كده لورا عشان ندور في القصه اللي حصلت في الماضي، وتحديدا سنه 844 ميلاديا. هنلاقي بعد الكوارث اللي عملوها الفايكنج في انجلترا قرروا ان هم يوجهوا اشرعتهم نحو الاندلس، واللي كانت بتخضع في الوقت ده تحت حكم المسلمين. ومن يوم ما وصلوا الاندلس قعدوا 3 ليالي يرتكبوا ابشع الجرائم في حق المسلمين، وده زي ما كانوا طبعا بيعملوا في انجلترا. ولكن الحكومه الاندلسيه قدرت اللي هي تستجمع نفسها وتجمع القوات تحت رايه واحده عشان تحارب الفايكنج، وقدروا بالفعل اللي هم يسحقوا الفايكنج. ودي كانت اول مره في التاريخ الفايكنج يهربوا من الحرب، ولكن طبعا المسلمين قدروا اللي هم يتبعوهم عشان يتاكدوا بنفسهم اللي هم راحوا للفالهالا. ومن هنا اصبحت رايه المسلمين بترعب اي محارب فايكنج، وبتفكرهم بهزيمتهم المغزيه قدام المسلمين وهروبهم من الحرب لاول مره طبعا في تاريخهم. تعال نرجع بقى لوقتنا الحاضر. هنلاقي هالاند النرويجي اللي يعتبر اصلا من سلاله الفايكنج حرفيا هايج على كل فرق اوروبا ومش محترم حد خالص الحقيقه، ولاول مره هيواجه فريق اندلسي واللي تحت قياده طبعا قائد مسلم وهو كريم بنزيما. وبالصدفه برضه لقب كريم بنزيما هو الحكومه. فهل هتنجح الحكومه الاندلسيه اللي هي تصد هجوم الفايكنج لتاني مره في تاريخها، ولا الفايكنج بعتوا لنا هالاند عشان ينتقم لهزيمه اجدادهم؟ وده اللي مش هنعرفه طبعا غير بعد ما تنتهي المعركه الكبرى اللي هتحصل بين الفايكنج والاندلس لتاني مره في تاريخهم، وهيبقى طبعا في نص نهائي دوري ابطال اوروبا. وبس كده، سلام.